الكويت. نعم. في ناس واجد ذاك الوقت يعني لا زالوا ساكنين في بيوت الطين، ومأهولة في السعودية وفي الكويت وفي كل دول الخليج. نعم صحيح. تو الدنيا بسيطة، ولكن الكويت ذاك الوقت يعني بدأت في النهضة، فتلفتوا الشباب كل يقول أبى أدور لي وظيفة. نعم. اللي متعلمين معهم شهادات هذول ما شاء الله على طول توظفوا. رفيقنا في السالفة اسمه ناصر، ماش والله ما لا يقرأ ولا يكتب، وحيد أمه، لكن فيه بر عجيب بوالدته، ساكن هو وياه في بيت طين، مبسوطين عايشين وراضين. لكن يوم الناس توظفت قال العبث الرجال بالحال العب لحيتك، قال بروح مثلهم، بدور أشوف وش مثل الناس. لا. والله هو يدور على هالوزارات وعلى هالشركات، وظيفة يا الربع وظيفة. كل ما أسأله وش شهادك؟ قال ما معي شهادة. قالوا لا ما تصلح، ما معك شهادة ما تصلح. إيه بعده؟ أي ما تصلح. يوم جداك اليوم ولا عند وزارة الصحة، قال أبي وظيفة، ماسك سيرة مع الناس، قالوا والله تقرأ تكتب أقل شيء، قال والله لا أقرأ ولا أكتب ولا شيء مرة مدري. طيب وش تعرف؟ قال والله أسوق. قالوا زين مطلوب سواق. قال بس تكفى لا تروح تصلح لي سواق يا زينها. يا سلام. تسوق مضبوط؟ قال الحمد لله معي ليسن معي رخصة. سواق رقم 1 ما يحتاج. قالوا بس توكل على الله. وش المطلوب؟ قالوا عندك خيارين الآن، عندنا زي ما تقول تخصصين أو عملين للسواقين، نبي سواقين، واحد يوصل أجهزة طبية من المستودعات للمستشفيات. يا سلام. قال هذه واحدة. الثانية قال الثانية نبي نسلم السيارة، يلتزم التزام تام لأنه مسؤول الآن، يشيل الكادر الطبي من العمارة الفلانية ويوصلها للمستشفى، ومن المستشفى إلى العمارة للعمارة، بس للسكن. هذا مهنته. بس ليش إنها يعني شوي معه متسع وقت؟ لأنه دقيق. الدكاترة ذول عندهم عمليات وعندهم اللي مختص أشعة واللي فبالتالي عملهم حساس، لازم بالوقت يعني بالدقيقة. هي قال لا والله خلوني مع الدكاترة ولكم علي إني ما أغيب ولا تأخر أبد. قالوا بس إحنا نبي واحد مضبوط. الرجال هب ريح وخدمي ومقبل كذا على الحياة. سنة الحصيني بسم الله عليه، الله يطول عليك، مرة محبوب وسمح وخدمي وده يفزع لكل الناس. بس مشكلته هالقراية والكتابة ذي معرقلته شوي. المهم انه دلوه السكن وسلموه السيارة، قال هذه سيارة بمحروقاتها معك عهدة. يا سلام. أبد حتى خارج وقت الدوام خلاها تحت رجلك، بس اللهم ها لا تأخر. قال أبد. أيوة. صار قبل لا ينزلون الدكاترة بنص ساعة وهو واقف، ولا جاوا يطلعون مثل نص ساعة ما فيه، لازم حطوا وقت احتياطي. والله وديهم ويجيبهم وديهم ويجيبهم. همه عشر وسيع صدر. دلوا ركبوا معه واتس يور نيم، ما يدري شو يقولون بالإنجليزي. قال يتعلم. واحد منهم شوي يكسر عربي، قال اسمك؟ قال ناصر. بدأ يتعلم منهم كل يوم يلقط كلمة كلمتين كلمة كلمتين. يوم راح سنة ولا يعني يسولف معهم بس على خفيف، شيء يفهم وشيء ما يفهمه، لكنه وين صار يعرف إنجليزي تقريبا. حلو. يوم أخذ له السنة لا من عرض اللي يروحون ويجون الكادر الطبي ذا طبيبة هندية، أقول هندية أقول ما شاء الله، طق خلقها من السكن، تبي تطلع تروح تشتري أغراض، لكنها الجاهلة عمى، هما معها لغة عربية ولا تعرف، ما معها سيارة، يعني تخاف حتى الصرف ما تعرف له، كل شيء مجتمع عليها مرة. ما تعرف إنجليزي، تعرف إنجليزي بس مشكلة اللي في السوق مو كلهم يعرفون إنجليزي. غير كذا ما تدل. يعني يبي لها الرجال ثقة. هي وين تلقى رجال ثقة؟ ما تعرف إلا ناصر. قالت تعال يا ناصر، وش رأيك توديني للسوق اليوم وبعطيك حقك؟ قال لا وديت لو ما بتعطيني ما يخالف. متى تبي؟ قالت العصر. قال العصر أنا عندك. يا سلام. فعلا والله راح وتغدى وعود عليها، ووقف سيارته في الظلال، حولت وركبت وراء، راح طبعا تكلمه بالإنجليزي. قالت عاد امشي معي حيث انك تترجم وتعلمني الاسعار وتفهمني، ما اعرف انا. حلو. خذت لها مقضيات واستانست وتغيرت جو ورجعت.
عقبها بأسبوع قالت يا ناصر أبى أروح كذا، أبى أروح الكذا. صارت تروح وتجي معه، يعني مو بعمله ولكنه زي ما تقول فزعة إضافة. منهم روة، وهي كريمة مي بتقصر عليه، يعني تعطيه شيء بسيط. اي والله استمروا على ذا الحال تقريبا. طبعا مو بكل يوم تروح معه، في الشهر مرتين ثلاث. يوم أخذت معه 2. اوه. اي وهي عينها عليه، ايه. تناظر الرجال لا يناظرها، لا عاجل. جات تركب ولا تنزل، ولا هو قليل أدب ولا ما شاء الله. يتكلم معها يعني ما شاء الله. أبدا فيه محترم. من طباعي ما شاء الله. اي لا بالله محترم جدا جدا، وفي حاله وياكل عيش على ما قالوا، يبي وظيفته وشغله. يوم أخذت 2 قالت ناصر، قال نعم. قالت أنت متزوج؟ قال لا، وين أنا وين الزواج؟ قالت ليش؟ قال أنا وظيفتي بسيطة وأكد على أمي وحالتنا يعني الأمور مصلحة، ما هي بالحين. ايوه. لكن أنا أجمع شوي من راتبي عند أمي، وإن شاء الله عقب 2 3 لما الله يسر لي مبلغ تزوجت. نعم. الدنيا شوي. قالت يعني عذروا عوقك الدراهم. قال لي قال طيب وش رايك تاخذني بس أنا بيك، ما شاء الله. أبى أتزوجك. طبعا الشيء اللي يمكن ما خطر في بالكم كلكم، هندية في الخمسينات الميلادية، وين بس انها زينه ولا إلا عند أهل الكويت بالذات، يعني كونهم محتكين بالهند تجاريا. نعم. الهند ذيك السنين وينك يا الهند، طبيبة صحيح. إيه وطبيبة. والهند تقول اليوم اليابان مثلا، نعم، يعني بلد متحضرة وبلد اقتصادية وبلد وين صحيح. جابها قال هندية ودكتورة، واوش سبحان الله العظيم. بس المشكلة قال والله أنا ما عندي مانع، بس أمي شو بقول لها؟ قالت شوف روحك وعلمني، أنا صاملة صامل. قال أنا ما عندي مانع أشاور الوالدة. راح لأمه قال يمه ما ودت تشوفين عيالي وتزوج. قالت الساعة مبارك، أنا والله حاطة عيني على بنت خالك فلان. قال لا بنت خالي فلان تشبه له، ما خلينا خلينا أنا جاي تسمع علم زين. أيوه. قالت وشو؟ قال قال وش؟ قال أنا جاي تسمع علم. قال معنا طبيبة هندية والله أمها محترمة مؤدبة مسلمة، والله أمها ما فيها خلاف النبت والحرمة بالعربي. الآن لي معها 3 سنين. قالت يا ناصر أنا بيك سانك تبين، والله أمه فرصة أجودية وطبيبة. إيه منا عقب أسبوع أسبوعين اقتنعت لهم. قالت يا ولدي شأنك وبكيفك، عود عليها. قال أبشرت أمي موافقة وخلاص بنتزوج. قالت خلاص وين خلاص معه؟ لا يا أبوي مو بخلاص. قالت مثل ما عندي أبشاور إن عندنا بعد عادات وتقاليد، وكوني باخذ واحد من الكويت ما هو بهندي هذه مشكلة، وبعدين في علوم إن أنت ترى ما تدري عنها. قالوا الشيء؟ قالت أبوي من أثرياء الهند، ما شاء الله، ثري جدا جدا جدا، ويملك مزارع بالكيلوات، ما شاء الله. يعني ما تصدق ما أنت. شاء الله. هو يعتقد أنها جاية تبي تكون حياتها وتبني لها غريفتين 3 هي وأهلها. أذر أبوها مليونير، شوف فوق ملياردير. الله. قال طيب أجل أنت ليش متغربة وجاي؟ قالت أنا جاية تعلمت الطب ومن دافع إنساني إني أجي علشان فيه بشر محتاجين هذه المهنة ويستفيدون من العلم اللي أنا اكتسبته، والهند مليانة طبة فما يحتاجوني هناك، فجيت أدي هالرسالة الجميلة. يا سلام. بس يا سلام. اي والله. يا رب. قال لا خله يقول ما أبي. المهم طال عمرك. قال طيب وش السؤال؟ قال تصبر أنا أعرف تفكير أبوي إن قلنا له موظف وهذه وظيفته ما راح يقبل. أيوة. لكن تدري أنت كويتي، قدم على سجل تجاري ومؤسسة تقولها هي. إيه ما شاء الله. قال وين مؤسسة تبي فلوس تبي محل وتبي بضاعة. قالت كلش عندي مو بشغلك. أيوه. بس راح جيب لي تصاريح. تمر الذيب وخلال أسبوع ولا مخلصها. قال هذه راحت معه هي. قال الموظف وش تبي مؤسسة ايش يعني وش نشاطك؟
قال والله ما أدري وش رايك أنت؟ قالت قل له استيراد وتصدير. يا سلام. سجل استيراد وتصدير وجابها وقال هذه. قالت تمام، دور لي أنشط شارع في الكويت. قال والله الشارع الفلاني. راحوا ولا فيه دكانين جنب بعضها مسكرة تو راعيها معزل منها طالع المستاجر. قالت هذه تصلح، عطها جار والله وياخذها أجارات كلها وياخذها يضربها ابوه يركب انوار ما شاء الله. قالت تمام هالحين شغلك زين. باقي بضاعه، اشترى بضاعه حطها فيه. شوفوا شلون داهيه وشلون تفكر. ايوه يوم رصها بضاعته يعني هو ما لا خبره ولا يعرف يبيع ولا يعرف يشتري، يعرف يمسك درك سوق بس. نعم. قالت بس حط لك كرسي واقعد مع المسلمين بس ويكون له خير. يوم قعد خذ له فيجي شهر شهرين بدا على ما قال تنعوش اللي له عيون وراس يسوي ما سووا الناس. اي نعم. دله السوق يتلفت يسولف مع هذا يسولف مع هذا يسولف مع هذا. عروف البيع والشراء وعلموه تعلم شوي. نعم. يوم أخذت لها شهرين الثالث قالت ناصر قال لبيه. قالت صك دكانك. قال وراه. قال بنروح للهند. الحين أنت تاجر ما عاد أنت موظف. ما شاء الله. شلون؟ قالت بعدين أعلمك اركب بس. ولا حاجز له في الطائرة وكل هذا على حسابها الحين وتروح به. يقولي لها الحين وانا حسب ان ابوها من بسطاء الناس ما صدقت انها كلامها يعني ان ابوي ثري وكذا او يكون ثراء معين او ثراء معين لا نعم. كفاف يعني. نعم. يقول يوم اقبل اللهم ياك الله. يقول يستقبلون ذاك الاستقبال. اللهم ياك الله يلا من فضلك. اي والله يلا من فضلك. خلي الحصين اللي ما يبي الهنديه. اي يلا من فضلك والله طال عمرك. يقول دخلنا المزرعه حرس ما شاء الله وعمال ودنيا وفواكه. يقول والبيت هناك ما تطوله البندق من الباب. ما شاء الله. يقول قصر. يقول يوم اقبلنا عليه يقول ابوها رجال امها ولا ما هو بسواليف اسد. يقول ويهلي ويرحب يتكلم معنا هندي. يقول هي الترجم. المهم قلطهم وجلس في ضيافته اول 3 أيام معزز مكرم ما غير يتمشى وياكل فواكه في هالبستان. ما شاء الله. رزقه الله. اي والله. قالت هالحين حاس ابوي ترى ركته علمته وش انت جاي له وش صنعك. جو جلس معه وتكلم معه طبعا بالانجليزي وترجم البنت نفس الطريقه. قال انا يشرفني اني اتزوج الدكتوره فلان. قال والله بنتي كلمتني وتقول انك انت يعني في الكويت وكذا انت وش وضعك. قال انا تاجر. هي معلمته قالت قل تاجر وبس. لا تعلم متاك بادئ التجاره ولا تعلم كم دخلك. هالمحل عن الذمه بس اسم انك تاجر. طبعا قدم استقالته من الوظيفه. سبحان الله. قال انا تاجر ومعروف في الكويت وعندي محل وعندي وبخير الحمد لله. قال اذا ما دام وضعك المادي زين الشأن شأن. انا بالنسبه لي بنتي رابيه في مستوى ما بيها تنزل عنه عشان ما يصير في مشاكل. بما انك بتعيشها في نفس المستوى خلاص ما هو يحسب من كل التجار مثله. الابو تاجر حسب بس على نفسه. وافقت البنت ويسوي لهم حفل الابو يعني في وقته تكلموا عنه المنطقه اللي هم فيه كلهم. ما شاء الله. ودعا امه لا اله الا الله في ذاك حفل يحسابه الى اليوم في دياره. ما شاء الله. وياخذها ويجي للكويت وتجيب منها 4 ما بين ولد وبنت. قالت له اسمع ما دام استيراد وتصدير مزرعه واحده من مزارع ابوي تغطي دكاكينه الكويت كلها. ما شاء الله. فانا اشوف ان عندكم الرز من الاشياء الاساسيه في الاكل. فانا بكلم ابوي يصير يصدر لك الرز بسعر منطقي ومعقول وتتبيعه وانت بيع. نعم. قال لي بس انا ما عندي خبره. قالت بسيطه اجيب لك من عمال ابوي ناس خبره وثقات. نعم. يعلمونك ويشتغلون معك. يا سلام. سبحان الله. يا سلام. وفعلا والله وتجيب هكا الشباب طال عمرك ثقه ابائهم يشتغلون عند ابوها ويقضبون المحلات ويشتغلون ويعلمون. يوم اخذ سنه ولا رقم 1 في التجاره. ما شاء الله. الرجال نفسه ولا شيخ ولا يبيع جمله ويبيع على الكويت. صار يبيع خارج الكويت. ما شاء الله. وصار من اثرى الاثرياء. وجابت له 4 عيال ما بين ولد وبنت كلهم الان اطباء. ما شاء الله. اي والله. ما شاء الله. فرزقها الله واغتنى ان الله ثم منها الهنديه. خلى كلماته بالهنديه. من هو ذا ما يقول اسمه. النية الطيب. من هو؟ سنة يا ابو راكان. اي من الخمسينات 73. اي هذا طول اعماركم. حصلت في العراق من يجي 3-4 سنين.
رجال في بيته والديه متوفين، رجال كبير يعني في نص عمره مثل ما تقولون، وعنده بيت ملك ومتزوج وعنده بنتين وولد. أخواته كلهم تزوجوا وأخوانه، بقي له أخوان واحد شاب رجال، وزي ما تقول تخرج ولا لقى وظيفة، وين يروح؟ قاعد عند أخوه. البيت مو بكبير ترى، فجالس عند أخوه. راعي البيت خوينا في السالفة اسمه محمد، والصغير اسمه أحمد. محمد عمله معلم صب، معلم صبة، نعم، مشرف تبع أحد الشركات الكبيرة، وراتبه لا بأس فيه، ويشتغل فيها الصبة، العمدان والسقوف والأرضيات وهالأمور هذه، لكنه خبرة فمخلص في عمله. هالحين بيته ملك وسيارته ملك وراتبه مكفيه، بس ما فيه زود، هو وعياله مبسوط. وأخوه ساكن معه ركزوا على هذه. جاء ذاك اليوم طال عمركم قالت الحكومة بيعطون الأرامل والمطلقات قطعة أرض ويعطونها دخل بسيط، عبارة عن زي ما تقول $100 في الشهر. اي الله يوفقهم يعني، احنا شكو ما لنا دخل هالحين. جات الحرمة قالت لزوجها شفت الحكومة بتعطي الأرامل والمطلقات؟ قال الله يجزاهم خير. اي والله يستحقون. اي قالت وحنا ورا ما نستفيد. لا اله الا الله. قالت حنا ورا ما نستفيد. دخلت عرض. قالوا شو دخلنا تقول أرامل ومطلقات؟ قالت طيب يصلح أصير مطلقة. منحش. قال ها شلون؟ قالت يا ابن الحلال عاد هذا فيها مفهوم لازم تفهمونه. عندهم هناك طلاقين، اختلاف. في طلاق في المحكمة، هذا رسمي على ورق، وفي الطلاق عند الشيخ. هم يعتمدون اجتماعيا او خلينا نقول شرعيا، يعتمدون الطلاق اللي يروح عند الشيخ ويجيب 2 شهود ويقول انا طلقت. قال يا بنت الحلال، قالت يا ابن الحلال انت كل الناس سووها، احنا بنروح المحكمة ونكتب هالورقة. ورقة وش خرطي؟ الله الله الله. نكتب هالورقة عند الشيخ، قل طلقتك والقطها واروح وزارة الشؤون الاجتماعية اقدم اخذ ارض وراتب. يا مهبول وين راسك؟ وحنا على عرش طيبة. لا ترى في واجد سووها يعني، هو جهل، هو تحايل على النظام، ما ادري، بس انهم هم في داخلهم لا بس هم في داخلهم هم يقول حنا الطلاق عند الشيخ ما في المحكمة، يبون هالدراهم بالهيبة، حلال سمها اللي تسميها. الحاصل منا قنعته. قال والله ما دام الناس سووها، قال لا تبس نفسك وانت عاشر عشرة معهم والله، ويلقط يدها ويروح للمحكمة ويسجل لي طلقتها وياخذون الورقة. راحت قدمت، خذت لها 3 أشهر 4 أشهر، يوم طلع صك الأرض قالت ها الله. أنا ما قلت لك أنت بس لو تطيعني وتفهم. لا والراتب أبشرك نزل، والراتب هذا ترى مو بلي ولا لك. ها قالت البناتي وولدي هذا ادخار، ما ندري ايش تقول الدنيا. اي نعم شايف عدي بديلتنا كل يوم منا ولا من. قال لي تشوفي أبد، المهم شيء حصلتيه وبغيته حصلتيه، بغيتيه وحصلتيه. قالت تمام. خذت لها بعد يجي 3 أشهر، يوم جت قالت محمد، قال سمي، قالت أنت دريت الحكومة وش سوت بعد؟ قال وش سوت بعد؟ قالت إنهم العطلجية اللي ما يشتغلون عطوهم رواتب. قال زين الله يوفقهم، وانا وش خصي انا الحمد لله اشتغل والحمد لله. قالت ايه صح. قال ترى يمين انا هوجس والله من سمعت الخبر وانا هوجس في اخوي، وش رايك سلوى خليه يقدم؟ قالت انا ما ادري متى بتفهم. قال وش افهم بعد، هو اللي عاطل. قالت يا خبلك اخوك وين ياخذ مصرفه منك شحن جواله من وين؟ منك قعدته على القهوه والمطعم من وين؟ منك. طيب وشو اللي الله لا يبدي بخيرنا غيرنا. قال وانا وش اسوي يا بنت حلال؟ هذه لها شروطها انك ما تكون موظف، ولا يكون عندك بيت ملك، ولا يكون عندك سياره ملك. انا كل هذه عندي. قالت يا مسلم انت موظف شركه، يعني مالك تامينات اجتماعيه ومعاش تقاعدي، فبالتالي انت اجير يومي، يعني ما عندك وظيفه. قال طيب هذه واحده، والسياره والبيت؟ قالت حولها باسم اخوك. صجيت انا اخوي يا حولها باسم اخوك تصير انت
يد قدام ويد ورا، لا موظف ولا سيارة ولا بيت، بعد ايش تبي؟ وقدم يا مال الغنيمة، خذ الدراهم وحط عباس على الدباس، حط اللي بتاخذ الحكومة منا على اللي عندي، حولها على حسابي على طول ونجمع لعيالنا. صجته وجته مثل ما يجي الشيطان بنادم. قال تم. راح وحول باسم اخوه السيارة والبيت، وفعلا هو على عقد مع الحكومة مع الشركة، والشركة مالكها تاجر عراقي ساكن في لبنان. المهم راح وقدم وفعلا حصل المبلغ الشهري اللي يطلع له وحطه على حساب زوجته. زانت الأمور، والله الأمور راكدة هالحين. جاء ذاك اليوم قدر الله ولهم في الدور الثالث يصبون سقفه، وتعرفون يخشبون، ثم يجي البمب هذا ويصب، وعمال وحديد، لعل التخشيب ما كان جيد، ومع ثقل الاسمنت الصبة والعمال اللي فوق قدر الله وانهار، طاح الدور الثالث، طاحوا هالعمال اللي فوق على اللي تحت، صارت كارثة. منهم ناس راحوا وفيات الله يرحم الحي والميت، ومنهم ناس إصابات بليغة. لكن رفيقنا في السالفة محمد بحكم أنه معلم الصب وكان فوق ومشرف على لحظات الصب، صار هو اللي أقوى إصابة ولا مات. لا إله إلا الله. تجيه ضربة طول أعماركم صيغ حديد يدخل في شاسلته ويضرب كليته اليسرى ولا فارثها. لا إله إلا الله. جاءت الإسعافات وخمهم تراهم هم في محل يسمى بابل اللي هو الحلة، معروف عند أهل العراق يسمونه الحلة. شالوهم وأقرب مستشفى كبير اللي هو المدينة الطبية، ودوه. يوم ودوهم لحالات أسعفوا اللي أسعفوا، والثلاجة بعضهم التوفين. أقوى إصابة هالحين إصابة محمد. شالوا الكلية الثالثة تماما، حاولوا الحمد لله يعني جوها له وركضوا اللي هي زوجته واخوه وقاربه، قالوا والله حالته ما تطمن، لكن انتظروا فترة يومين ثلاث، قالوا الحمد لله إن شاء الله إنه عتق. هالحين سلم الرجال، قالوا ترى ما عاد له إلا كلية واحدة، فحافظوا يعني على نفسيته وكذا. صارت زوجته تركب مع أخوه ويجون من ديرتهم يزورونه، أول أسبوع كل يوم، ثاني أسبوع كل يومين، ثالث أسبوع كل 5 أيام. لا إله إلا الله. قال أنت يا مرة تعالي يا بيت، في علمك، ترى اليوم يومك وأنا تعبان نفسيا، أنا قالت وأنا دكتورة، أنا وش أسوي لك؟ أنا ترى أجي أقول شلونك عساك طيب، تقول بخير الحمد لله وارجع. بعدين أنا عندي جهال، عندي صغار، عندهم مدارس، يا أخي لا تبلشني، تراك دبلت سبدي أنت. والله الخاطر ما هو بالحيل، غير الأسلوب. أي قال قالت إلا جيت ما جاء مني بركة، أنا عندي إشغال يا أخي. قال طيب خير. صارت تقطعه بأسبوع وأسبوعين. الحين سالفته مطولة في المستشفى، كل مالها وتردى زود، لا هي ولا أخوه. العيال ما جاوبت، يقول لا تجيبونهم يشوفون حالتي. يوم أخذوا لهم 4 أشهر 4 شهور ونص انقطعوا تماما، ما عاد جاوبت لا أخوه ولا زوجته مرة. الله. قال هذول صاحي ولا ما عادوا بصاحي، حينهم يجي 3 أسابيع ما جو، ويتصل عليهم قفل جوالاتهم. ويجي بالله واحد من جيرانه قال الله يرحم والديك، انت روح تعطيني خبر زوجتي وعيالي واخوي، هم حيين هم ميتين. قال ابشر على بس هالحين اعطيك خبر، جوالك معي وانطلق. العاد عود، لا حول ولا قوه الا بالله. جاء الثاني قال تكفى سو خير، مر بيتي وعلمني العلوم. قال ابشر، راح ولا عد يتصل عليهم على اللي مرسلهم ما عاد يردوا. يا رب ان الشكوى لك، مسكين قام ياكل روحه، ماتوا وش جاهم. يوم جاء ذاك اليوم اللي هم مبروك، ويدخل عليه واحد من عيال عمه وجهه اسود ومعها عياله ال3، عيال الرجال المريض ذا. يوم شافه لوجهه ما ينبئ بخير، قال عسى ما خلاف وش العلم. قال لا قال زوجتي حيه واخوي. قال لي حيه. قال وعيالي وراك جبتهم. قال وش اسوي وين وش؟ ما عاد عرف يحكي. قال اسالك بالله انت علمني وش العلم. قال العلم اخوك تزوج زوجتك. ما حسك طلع هذا ورا العلم الاقشر. قال لا. قال غيره. قال والله ما غيره.
وحنا رحنا لا تحسب إن سكتنا، ترى حنا حضرتك يوم غبت رحنا وقلنا استحوا، ويا ناس خاف والله، ويا ناس رجال في المستشفى، ويا ناس ما هو بواجب، وأنت يا فلان هذا غاذيك وأخوك وأبوك، استح على وجهك. قال ولا كلمة، اللي له شيء يروح للحكومة. الله الله. وجيناها قالت أنا عياله لا بيهم ولا له عندي شيء ولا عند الشيء، طلاق مطلقني، والبيت أنا بقعد فيه بيت الرجال مو ببيته. روحوا اشتكوا، ما تدرون خذوا عيالكم. وهي تدن العيال علينا، قالت عاطوهم إياه أنا ما عدا بيهم. وهالحين أنغب أنا أبو والله معلومة شبت شبدي أنا لا بيعلق. اصبر المهم طب والله عمرك. قالوا دنت العيال، قالت ودوهم لأبوهم. وين حنا هالحين؟ قال خلاص شكرا، رح. هو هالحين وش يبدي من سواد الوجه وضيقة الصدر؟ هي وش الغبنات اللي جته الجميع هذا؟ لا، ومريض يبي مين يرعاه، وعيال الثلاثة يصيحون عنده. اليوم صار طال عمركم ليل ونهار راسه سدى، ولا يهرج ولا كلمة. يوم جاء بعد فترة جو الأطباء قالوا ترى كليته الثانية تعبانة مع الوضع النفسي ومع التقبل جسمه العلاجات وضغط على كلية واحدة، تراها مهددة بالفشل الكلوي خلال سنة سنتين بالكثير، فيلزمه متبرع من الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. زادت عليه وتساوت معها مرة. هو الحين مرة مع على المغذيات ونفسيا دمار. أنا مسميها عندي في قناتي في اليوتيوب قصة انهيار نفسية، لأن انهار الرجل صار يتمنى الموت. يجون ياخذون بخاطره الأطباء والممرضين ويا أخونا ويا حبيبي. طول عندهم، أخذ حوالي سنة ما عاد يتقبل ولا يبتسم ولا يرفع راسه. ما هو على كيفه. اي والله مو بهواه مسكين. اي والله الله لا يلومه. الحاصل طول أعماركم، جاء رجال بشنطته ودخل عليه السلام عليكم السلام. يرد يا الله يرد. قال يا أخي محمد أنا محامي الشركة، وللأسف مشروعكم اللي كنتوا فيه ما أمنا على العمال، وحنا الآن في مصيبة لأنه تعهدنا عند الحكومة توقف، وحنا ماسكين مشاريع كثيرة وتم إيقافها جميعا لأن حنا مخالفين وهو قال ها. قال وش تبي؟ قال أنت أكبر إصابة، غير المتوفين متوفين دية وانتهينا، لكن أنت حي والآن جاك فشل كلوي وكل هذا ضدنا، فأرجوك كم تبي وبوقع لك الآن عليه شيك أعطيك إياه باسم الشركة وتكفى، خذه وتنازل. قال ما بي شيء. خربانة مرة أما قمت تساوية. اي والله. قال عطني ورقك وقعها وما بي منكم شيء. قال ما يصير يا أخي، ناس جايهم كسور وشيء بسيط وجروح وطالبونه وبهدلونه. قال يا أخوي أنا ما وش هتوقع، والله هو يوقع. قال جزاكم الله خير شكرا. هذا طلع الدكاترة لقوا المحامي وش قالوا إن التنازل جزاه الله خير. قالوا ترى مو مسكين يؤخذ على يده نفسيته دمار قال والله إني حاسم فيه. اطمر يا المحامي ويروح يحاتي مدير عام الشركة اللي قلنا إنه ساكن في لبنان. اتصل به قال ترى الوضع كذا 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 كذا. قال والله انكم والله انا جار الدهر عليه هذا مسكين، لكن انا جاي الاسبوع الجاي وجيك اجي العراق. جاء للعراق واول ما بده يلقط المحامي قال ودني للرجال هذا اللي تبون. يجي بهم دخل عليه لا عين حميدي هذا قد شاف. يلا حي محمد اخوي طيب ان شاء الله. قال جزاك الله خير. قال محمد وصلني اللي صار بينك وبين المحامي وهذه شهامه ورجوله. قال جزاكم الله خير شكرا. قال محمد اللي راح انا عرفت تفاصيل حياتك وقصتك وحنا نبي نعوض. قال تعوضنا عن زوجتي ولا عن اخوي ولا عن بيتي ولا عن اللي الماضي اللي انا اعتبره كل الخيانه واني كنت مخدوع، ولا عن المستقبل الدمار، ولا عن ايش؟ نعوذ بالله. وانت ايش بتعوضني عنه؟ فلوسك ذي وش بتعطيني؟ انا ما بشيء. قال لا اله الا الله. قال لا اله الا الله. قال اسمع، اول شيء انت الان في حاله علاج، وانا حجزت لك في لبنان وحصلنا لك متبرع وتسافر على حساب الشركه تسوي زراعه الكليه وتجي ان شاء الله بالسلامه. الثانيه بسم الله هذا مفتاح بيت جديد والله ان تاخذه، وهذا مفتاح سياره جديده وكاله والله ان تاخذها،
وعيالك الثلاثة هذول العيال قعدوا عنده مدة، صاروا الممرضات يحسنون فيهم إلى الله يكرمكم عفنوا، يحتاجون نظافة. خذت واحد راحت روشته ونظفته جابته بكرة لها. قال وعيالك عيالي والله ما يحاسبني الله فيهم لين تجي ازهلوا والله، ويحتفلون به ولا على حد طلعته، ويجون الممرضين والممرضات والدكاترة في المستشفى تعاطفوا معه خلال الوقت هذا، صاروا مسوين له زي القطة أو الجمعية وجامعين له مبلغ وشروا له قطيع أرض وقاعدين يعمرونها. قالوا عشان إلا طلع عارف إنه بيبطي، إلا طلع نعطيه بيت، لكن سبقهم الرجال ذا بالطيب. جاءوا قالوا والله إن نزيد الطيب طيب، والله إنه رزقك اللي الله كتب لك، خلى الفرحة فرحتين يا محمد، تستاهل، هذا أجره وهذا اسكنه. ويعطون إياه ويروح لبنان ويجري العملية، وبشركم إنه طيب معافى الآن وعايش إنه هو عياله في بيته ما عندهم خلاف ولا ألحد يعني.